السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة ومعانا آية جديدة النهارده في سورة الأحزاب. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الآية دي بتحثنا على إن احنا نذكر الله عز وجل بقدر الإمكان. يعني زي طول ما احنا ماشيين مش شرط عدد معين، أهم حاجة إن احنا إيه؟ نحاول نستمر، استغفار، تسبيح، لا إله إلا الله. الصلاة على النبي برضو دي ليها يعني إعجاز في تسهيل وتيسير الأمور على عباد الله. كنت عايز أقول إيه تاني؟ هي يعتبر دي آية النهارده. ندخل في حلقة النهارده. حلقة النهارده بنتكلم في موضوع مهم، وهو ساعات يا دكتور بحس في ألم في أسناني ومبقاش عارف الألم ده في أسناني ولا في اللثة. فأنت عشان كده المفروض في اللحظة دي إنك أنت تروح تكشف أفضل، لأن ساعات أنت واحد يقول لك حاسس إن الجنب ده كله وجعني، وهو حاسس إن الألم في أسنانه، بحيث أول ما يجي يكشف الدكتور يبص إن يلاقي اللثة كلها ملتهبة وورمة فوق المنطقة اللي هو بيقول عليها، مش في يعني ساعات أنت بيخيل له إن هو مثلا عصب الأسنان نفسه هو اللي وجعه، بس تطلع المشكلة إن هو عنده التهاب في اللثة ومحتاج إن هو ياخد له بس مضاد التهابات أو مضاد حيوي قوي بيعالج التهابات اللثة، والألم إن شاء الله بيروح. فلازم نكشف الحتة دي. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.